الحكومة تعلن هذه الفئة مستثناة من دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل باستثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة. وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد: تم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والإغلاق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط. ونوه إلى أن رئيس الوزراء كلف بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة. تم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت والمطاعم والكافيهات بمبلغ 4000 جنيه مع إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات من الأحد القادم، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.